الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة أحترف إكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن دالة مهمة جدا و مهمة جدا في الإكسل، وهي إزاي نحسب الإهلاك من خلال يعني مثلا تحسب مجمع الإهلاك أو مخصص الإهلاك خلال أو خلال تاريخ معين أو حتى تاريخ معين، او حتى التاريخ اللي انت فيه دلوقتي، باستخدام دالة مهمة جدا وهي دالة امور لينك. الدالة دي مهمة جدا يا جماعة وبتوفر وقت ومجهود رهيب. ف يعني لابد ممكن يكون كتير في عارفينه، ولكن ممكن يكون في ناس لسه ما تعرفوش، فاحنا بنتكلم عنها النهاردة. فالدالة دي مهمة جدا ان احنا لازم نشوفها او نبحث عنها، لانها بتوفر وقت كبير جدا، خاصة في مجال المحاسبة، وازاي تقدر تحسب الاهلاك بكل سهولة ومجمع الاهلاك بتاعك وخلال تاريخ معين او حتى التاريخ اللي انت فيه. تعالوا مع بعض نشوف المثال اللي معانا. لو انا معايا المثال دوت، عندي مجموعة من الاصول الثابتة، مباني، الات، سيارات والكلام ده، وعن تكلفة الشراء وتاريخ الشراء والقيمة التخريجية بتاعته ومعدل الإهلاك. فأنا عايز أجيب مجمع الإهلاك لحد السنة اللي أنا فيها أو لحد الوقت اللي أنا فيه، فبستخدم معادلة أو دالة أمور لينك. فبقول يساوي، بلاقي هو بيديني بيقول لي أنا عايز منك أول حاجة الكوست اللي هو تكلفة الشراء بتاعتي. فبدوس كده وبعمل كوما، بيقول لي داتا بيرشيزد اللي هو تاريخ الشراء، فما بكتبوش، بختار التاريخ اللي موجود وبعمل كوما. بيقول لي فيرست بيريود، تاريخ التاريخ اللي انت عايز، حتى تاريخ كام، يعني انت التاريخ اللي انت عايزه دلوقتي. فانا دلوقتي محتاج حتى تاريخه دلوقتي، فهستخدم معادلة او دالة today. هكتب هنا today وافتح القوس واقفله واعمل كوما. سالفيج اللي هي القيمة التخريجية بتاعتي. بيريود دي فترة، لو انت محتاج فترة تاني، بس عادة احنا بنحط فيها صفر ما بنستخدمهاش. والريت المعدل بتاعي اللي هو اي 8، وهقفل القوس بتاعي واقول له اوكي، واروح اعمل سيلكت كده ونازل ايه لتحت. هنا الاحظ حاجة معينة جدا. اول حاجة انا عندي هنا السيارات. انا عندي السيارات تكلفة الشراء بتاعته 1,500,000، وانا قايل له القيمة التخريجية بتاعتك 70,000، والمعدل الإهلاك بتاعه 15%. هنا في التاريخ بتاع دلوقتي 23، هو خلاص هو الإهلاك بتاعه عدى السنة بتاعته. فجايب لك ان مجمع الإهلاك بتاعه 1,430,000 زائد 70 اللي هي القيمة التخريجية، يديني 1,500,000. ونفس الموضوع في الأساس، نفس القصة، 1,350,000 و50 يبقى 1,400,000. طب تعالى هنا نحسب مجمع الإهلاك حتى تاريخ معين، يعني أنا عايز أحسب حتى تاريخ معين، فأنا عايز أشوف الإهلاك في 2030 مثلا. في 2030، فلو جيت هنا مثلا قلت يساوي أمور لينك، أقول له الكوست بتاعي اللي هو 5,000,000 دي، كوما داتا بيرشيزز اللي هو تاريخ الشراء، ديت بيرشيزز أو بيرشيزد، واعمل كوما. هنا هستخدم دالة ديت عشان انا هكتب له تاريخ معين. فلو هي هليكن مثلا تاريخ قدام، فهخليه مثلا 2030 12 31/12 مثلا، واقفل القوس بتاعي. والقيمة التخريجية سالفيش اللي هي القيمة التخريجية دي، وقلنا بيريود دي هنحط مكانها صفر. الريت اللي هو 10%، واقفل القوس بتاعي وادوس اوكي.
انا كده كده اوريدي المليون 430 والمليون 350 خلاص هما القيمة او الاهلاك بتاعهم في خلال الفترة دي خلصان. انما لما جيت عملته في 2030 هو كده كده فضل معايا زي ما هو، لكن المباني هي اللي الاهلاك بتاعها او لحد ما وصل للقيمة التخريجية بتاعته ثبت. فعندي مجمع الاهلاك هنا 4 مليون ونص، وعندي القيمة التخريجية 500، يعني 5 مليون. وبرضو مجمع الاهلاك في تاريخ معين 1,925 اللي هو بالنسبة للآلات، وال75,000 يبقى 2 مليون. دي كان موضوع حلقتنا النهاردة. أرجو إن يكون الفيديو عجبكم. الموضوع يا جماعة مهم جدا. أمور لينك دي دالة مهمة جدا، هتوفر عليك وقت ومجهود، خاصة لو أنت مدير مالي أو محاسب شغال في قصص الميزانيات والإهلاك، أو بتعمل برنامج عشان برنامج على الإكسل يسمع أوتوماتيك، فهتبقى محتاج المعادلة دي جديدة جدا، عشان لما تيجي تعمل برنامج على الإكسل من أول القيد لحد الميزانية، فتحتاج المعادلة دي عشان حساب الإهلاك بتاعك. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. أرجو أن يكون الموضوع فيه إفادة للناس، وما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.